الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طواجن الرز المعمر زي ما انتم شايفين، حلوة قوي قوي، وهنحشيها كمان بالكلاوي بطريقة سهلة قوي وبسيطة. وازاي الوش يطلع لونه احمر وكريمي ومستوية كويس جدا. هقول لكم على طريقة التسوية، وهقول لكم على كل حاجة في الفيديو ده، ويا رب تستفادوا من الفيديو. وما تنسوش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندي الكلاوي اهي زي ما انتوا شايفينها، انا نقعتها في خل وليمون، شايفين نزلت مية كتيرة. دلوقتي بقى هقطعها ارفع من كده بشوية، وكمان هسلقها علشان خاطر اتخلص من اي حاجة، من اي زفارة فيها. هغلي المية وبعدين احطها فيها تتسلق. دلوقتي قطعته صغير بالشكل ده. انا بقى سخنت مية وهبدأ بقى انزلها فيه والمية سخنة. دلوقتي بقى بعد ما تغلي غلوتين بالمية دي هصفيها واخد الكلاوي نضيفة كده ونشوف هنعمل. شايفين طلعت ريم قد ايه؟ بصوا بقى، لازم دلوقتي ناخدها ونشطفها كويس جدا وبعدين نشتغل بيها. اسخن زيت، هحط عليه معلقه توم، لما كده تطلع ريحتها هبدا انزل عليها بالكلاوي وملح وفلفل. الكلاوي بعد ما اتغسلت نضيفه ازاي، مفيهاش اي حاجه ومفيهاش اي ريحه وحشه. هبدا بقى كده اول ما التوم ريحته تطلع، دلوقتي ريحته بدات تطلع، هبدا بقى انزل بالكلاوي اللي عندي. هبدأ انزل بالملح والفلفل الاسود، هنقلبها واديها تشويحة، وهي كده بقى هاخدها واستعملها على طول في الرز. طبعا الرز انا غسلته ونقعته وعلى الاقل ساعتين كده، وبعد كده ايه صفيته من الميه، وبعدين هبدأ احط له البهارات. البهارات عبارة عن ايه؟ قرفة، وكتري القرفة شوية، كزبرة ناشفة، عندي فلفل اسود، زنجبيل، بابريكا، ملح، وكمان هحط له مرقه دجاج. لو عندك بهارات حطي له، هحط له مرقتين دولت هفركهم عليه اهي. طبعا كتري القرفه بتديله طعم حلو. وانا هحط له بقى الكلاوي عليه. طبعا الكلاوي برضو طعمها حلو، بس هقلبه الاول في البهارات. انا ما زودتش البهارات على الكلاوي علشان انا هحط بهارات ياما على الرز. هقلبها عليه كده، ومعلقه سمنه. هقلبه بقى كده، وبعدين ابدا احطه في الطواجن اللي عندي. دلوقتي انا مجهزه الطواجن ودهنتها ماده دهنيه، هنبدا نحط فيها الرز اللي عندنا. هبدا احط بقى الرز كله، وبعدين ارجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما فضيت الرز اللي عندي في الطواجن زي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى اللبن يكون دافي، وابدا انزل في الطواجن كلها كده. دلوقتي بعد ما حطينا اللبن كده اللي هو الدافي او سخن على على الرز بالكلاوي، هنبدا بقى نحط الوش اللي هو عباره عن زبادي وقشطه. دي قشطه على زبادي، هقلبهم كويس قوي عشان احطهم على الوش، ودي سر احمرار الوش، والوش بيبقى لونه احمر كريمي كده، القشطه على الزبادي، وعشان يبقى طري والرز ما ينشفش منك. هنحطه كله كده بنفس الطريقه.
دلوقتي بقى هبدأ احطهم في الفرن، الفرن اكون مسخناه وابدأ بقى احطهم كلهم في اول رف من تحت. الفرن بقى يكون عالي، واول ما يستوي ولو حسيت ان هو عايز شويه ميه ممكن ابقى ازود له. لو استوى خلاص يبقى سواه كويس. هبدأ بقى ايه، لو لقيت الوش بتاعه حمار هطلعه على كده، ما لقيتهوش احمر هولع له الشوايه واخليه يحمر شويه. ولو عندك مروحه في الفرن شغليها من البدايه، بتساعد في التسويه وتخلي الوش يحمر بسرعه. هسويه بقى وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين طالعين كده شكلهم حلو جدا جدا ولونهم حلو قوي. لو عايزه تزودي عليهم اللون ممكن تفتحي لهم الشوايه تزودوا لهم اللون، بس انا عاجبني لونهم كده، شكلهم حلو قوي وريحتهم طالعه جميله جدا. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. ما تنسوش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.